اشويها على البوتاجاز وانت مغمضه مفيش كلام، وهتاخدي طعم الشوي على الفحم مليون في المية. هتشوفي معايا كمان دي طريقه سهله وبسيطه من غير ما استخدمت لا صلصه ولا طماطم. وهقول لكم كام تركايه حلوه تخلي معاكي احلى فراخ مشويه. هنا التركايه بتاعت الفحم علشان تتاكدي ان هي مشويه على الفحم حرفيا كده، هتستحق فعلا منكم التجربه. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا معايا نص فرخه، اللي هم استخدمت وركين. طبعا بما ان الحجم الورك كان كبير فانا قسمته زي ما انتم شايفين يا حلوين ل5 قطع. طبعا براحتك تقدري تقسميه 3 4، ده براحتك، بس انا زي ما قلت لكم علشان اخليها قطع كده زي اللي بتجيبيها مشويه بالظبط وما تاخدش معايا تسويه كتير، عملتها 5 قطع. هنا بقى صينيه على النار، حطيت ميكس ما بين السمنه والزيت والمتوفر عندك من الاثنين. اول تركايه حلوه قوي هتعجبكم ودايما بقول لكم عليها وانتوا بتشوحوا اي طيور، لازم تنزلي بكام فص كده من المستكه، بتنقل معاك الطيور في حته تانية خالص وما بيبقاش فيها اي زفاره تماما. المستكه اكيد كلنا عارفينها. طبعا نارك تكون عاليه علشان الفراخ ما تنزلش السوائل الميه اللي موجوده فيها يعني. طبعا شطفتها تاني بعد ما قطعتها وكنت غسلها كويس. اللي يشيل برضو معاكي الزفاره من الفراخ الجنزبيل والطماطم وعصير الليمون. وقلت لكم قبل كده لو عندك قشر يوسفي بتضربيه في الخلاط بشويه ميه، شبشق الخلاط وتصفيه علشان بيلزق كده القشر ده بيلزق في الفراخ، بيبقى صعب ان انت تخرجيه. بتبقى تحفه، وتقدري تحطيها كمان في المكعبات التلج وتبقى موجوده عندك بديل الليمون، بتبقى تحفه. هنا طبعا بما اني بشوح فراخ لازم انزل برشه فلفل اسود، نار عاليه، وبتبقي جنب الحاجه هتاخد لون من ناحيتين. طبعا علشان تاخدي درجه الشوي هتغمقي اللون شويه، بتبقى ريحتها تحفه. يعني انت كده وانت بتشوحيها مع رشه الفلفل الاسود والمستكه بتبقى تحفه. هنا زي ما انتم شايفين يا حلوين نار عاليه خالص، وبتبدا برضو يعني لما بتاخد كده دي مش طبعا مش كل السمنه اللي انا حطيتها ولا الزيت، بتبدا الفرخه تنزل الدهون الموجوده فيها علشان ما حدش يفكر ان دي ماده دهنيه انا حطاها. هنا البهارات بقى اللي هتنقلها معاكي في حته تانية خالص، معايا بابريكا مدخنه، معايا شطه، معايا كزبره ناشفه، معايا توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود، معايا كركم، معايا السبع بهارات، او تقدري تستخدمي بهارات الفراخ او بهارات مشكله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. استخدمت برضو جنزبيل، حاجه بسيطه من الجنزبيل والقرفه بتنقلها معاكي في حته تانية خالص. هنا حسب الرغبه الشطه بالذات هديها برضو تحميصه ثانيتين مش اكتر من ثانيتين، هتفرق معاكي قوي في اللون وفي الطعم. خلطت كده كل البهارات كده مع بعضها وبعد كده نزلت بيها ثانيتين مش اكتر من كده، هتبدا تاخد معاكي اللون. ومتهيألي بهاراتي كده متوفره في كل بيت، تقدري من البهارات دي تجيبي من كل كميه منها ب5 جنيه وتبقى متوفره عندك مفيش اي مشاكل. هنزل بقى بكميه بصل